اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا تطاول منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا إله إلا الله الغفار التواب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لجبروته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسوله النبي القرشي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. فنحمدك اللهم أن أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على سائر الأمم، وعلى ما يسرته لنا من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، وأعنتنا على ختم القرآن. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من جميع الذنوب والخطايا والعصيان، وتقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا رحمن. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من سمعها وجمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبس
وألبسنا به الحلل وأسكنا به الضلل وادفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن الكريم الذي أيدت مكانه وأعليت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور ومن البدعة إلى السنة ومن الفقر إلى الغنى ومن التفرق والاختلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والمحن وسوء الفتن والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إن إخواننا كانوا معنا أياما سابقة هم الآن في قبورهم نسألك يا الله نسألك يا رحمن أن ترحمهم برحمتك الواسعة. اللهم نور عليهم في قبورهم. اللهم اجعل أعمالهم الصالحة مؤنسة لهم في القبور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا. اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا حتى لا نهوي في جهنم على رؤوسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأردنا حوضه
واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت المستعان وإليك المشتكى ومنك الفرج. نشكو إليك ما حل بإخواننا في بعض البلدان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم عليك باليهود الظلمة ومن شايعهم. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم لا تعمر لهم دارا ولا تعل لهم منارا. إلى من نشتكي وأنت القوي القادر. إلى من نستنصر وأنت القوي الناصر. يا من يعلم ما في الضمائر. يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاجلا غير آجل. اللهم لتحيي به العباد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا من له الدنيا والدين وإليه المعاد. اللهم إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بالعتق من النار. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من الفائزين. اللهم اكتبنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن فتن الشهوات والشبهات. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم سق لهن الأزواج الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم علماء المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل درجتهم في المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما خصيتنا بكتابك الكريم وهديتنا به صراطك المستقيم اللهم فأصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبيدك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك رفعوا أكف الضراعة إليك يدعونك فاستجب لهم. اللهم فأعطهم سؤلهم. اللهم فأجب دعاءهم. اللهم حقق رجاءهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم وأعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وأرضهم
وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأعده على الأمة الإسلامية وهي تعيش في أمن ورخاء وحياة سعيدة. اللهم لا تجعل ممن كان صيامه الجوع والعطش ولا من قيامه السهر والتعب. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم إنا نسألك الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم وفقنا لالتزام طريق توبة نصوح يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، حضرنا ختم كتابك وأمخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا مولانا وخالقنا، نسألك ألا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تحب من يلح عليك في السؤال، اللهم يا من لم تزد على السائلين إلا تفضلا وإحسانا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الثقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعذنا من السمعة والرياء، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل عليه ما أثمرت الأشجار، اللهم صل عليه ما غردت الأطيار، اللهم صل عليه ما فاضت العيون والآبار، اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم إنا نسألك الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم وفقنا لالتزام طريق توبة نصوح يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، حضرنا ختم كتابك وأمخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك،
فإنك إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا مولانا وخالقنا نسألك ألا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تحب من يلح عليك في السؤال اللهم يا من لم تزد على السائلين إلا تفضلا وإحسانا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الثقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعذنا من السمعة والرياء اللهم أعذنا من السمعة والرياء واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليه ما أثمرت الأشجار اللهم صل عليه ما غردت الأطيار اللهم صل عليه ما فاضت العيون والآبار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليه ما أثمرت الأشجار اللهم صل عليه ما غردت الأطيار اللهم صل عليه ما فاضت العيون والآبار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.